بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم. أنا هنا بصور شغل أسود جالاكسي ستار، وأي حد عايز يسأل على الجالاكسي ستار هيلاقي الشكل ده باللمعة دي، ودي ماليش يد فيها. كل اللي أنا عملته إن أنا اخترت حتة فوق الوصف. بجد كنت سعيد وأنا بختارها، يعني الحمد لله، وهي بتبقى فلوس حلال ورزق يعني. هنا الشغل في مكانه. أستاذة رنت عليا، أستاذ محمد كان موجود في الشقة عشان يستلم مني الشغل. ربنا يبارك لهم يا رب ويتمم لهم بخير. ربنا أكرمني، عملت الشغل في أقل من ساعتين تقريبا، يعني مش فاكر الوقت بالظبط. أخدت حتة الرخامة في البلكونة فرغتها، والمكان طبعا في القاهرة. بعد ما اتفقنا على كل حاجة ربنا أراد ورحت. مشكور أستاذ محمد، هو كده اللي كان بيصورني. الحوض ليه اسم كده زي الهانز بريتلي ولا مش بريتري، مش فاكر الاسم بالظبط، بس انا هنا بشاور على مكان الكلة. مع ان انا الحوض ده مش من صفاته ان هو يتسقط، بس احنا لو ما سقطناهوش بيسرب. فانا بعمل له افريز وبلزقه بكلة. وعلى غير العادة، بدل ما اعمل اسمنت من تحت عملت كلة برضو من تحت، من تحت الحوض يعني. وهنا بقول لاستاذ محمد، بشرح له، بقول له لو لقيت اي حته سيليكون او اي حته كلة ناشفه، اي حاجه مش ناعمه على وش الجرانيت، تدعكها بسلك مواعين او بسلك مواعين وميه وبس، وخلاص على كده. بس بفضل الله الحته فعلا كنت راضي عنها جدا. فص جالاكسي ستار حاجه بصراحه والله، وده اقل ما يعني لو كنت اعرف اجيب اعلى من كده كمان كنت جبت، لان بصراحه الناس دي يعني قمه في الادب، قمه في الاحترام. انا مش عارف اتكلم على الجالاكسي لا قد ما انا عايز اتكلم على الناس اللي انا اتعاملت معاهم بمنتهى الرقي، بمنتهى الادب، بمنتهى الاحترام. يعني لسه الدنيا بخير بجد. يعني حاجه يعني مش عارف اوصفهم بصراحه. كل اللي اقدر اقوله ان ربنا يتم لهم بخير يا رب، ويتمم لهم على خير ويرزقهم بالذريه الصالحه. آه، وانا سعيد ان انا كنت موجود عند الناس دي عشان اعمل لهم حاجه فعلا يفرحوا بيها، او يكون مش شايلين هم ان هيحصل بعد كده منها مشاكل ولا حاجه. واشكرهم جدا 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 على المعامله الراقيه وعلى الثقه. وانا اللي يثق فيا الحمد لله بفضل الله بكون بفضل الله عند حسن ظنه، وربنا يديم المعروف. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.